الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. قال الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله العظيم. شعبي العزيز، أريد بادئ ذي بدء، وقبل أن أتحدث إليك أن أتوجه باسمي واسمك إلى إخواننا المتطوعين الذين هم على أرض صحرائنا، لننوه بهم ولنعرف بهم ولنرفع من شأنهم وقدرهم، ذلك لأنهم كتبوا صفحة من تاريخنا ستبقى على مدى الأيام والأزمان، تدرس وتدرس وتحتذى كمثال للانضباط وللطاعة وللوعي وللاستماتة وللوطنية الحقة. وستبقى مسيرتهم في التاريخ يقرأها الشباب والأطفال، مثلما قرأنا مسيرتي كزينوفون اليوناني أو مسيرة صديقنا الرئيس ماو تسي تونغ في أوائل هذا القرن. فهنيئا لهم وهنيئا لأسرهم الذين ستبقى محتفظة في بيت كل واحد من هذه الأسر بذلك العلم المقدس الذي رفعه يوم ما أبو تلك الأسرة ليسير به وليرفعه فوق رأسه، تحيط به آيات الله وألطافه سبحانه وتعالى، وتسايره وتتمشى معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإشادة بأمجاد الإسلام وأمجاد العروبة وأمجاد المغرب. فمرة أخرى أيها المتطوعون، لكم التنويه الكبير الوطني من مواطنيكم ومني على ما قمتم به من عمل، وعلى ما جسمتموه من قوة سلمية فكرية قدرت على شق الأحجار وتمكنت من لفت الأنظار إليها من جميع أنحاء العالم، لفتة النظر، نظر الإعجاب والتقدير والإعظام. شعبي العزيز، لم نكن لنصل إلى هذه النتائج لولا الثقة الموجودة بينك وبيني، وتلك الثقة الموجودة بينك وبيني المبنية على الاحترام المتبادل والمحبة المتبادلة، ولدت هي بدورها الوعي، وذلك الوعي بعدما أصبح وعيا صادقا وإيمانا راسخا ولد الطاعة والانضباط والنظام، وهذا كله أتى بالنتائج المتوخاة وبالأهداف المنشودة. شعبي العزيز، إنني وأنا أخاطبكم أعتقد شخصيا وأؤمن إيمانا راسخا بأن مسيرتنا قد أدت رسالتها، وأنها قد أدركت هدفها، وأنها ولله الحمد قد حققت ما كنا كلنا نحن وأصدقاؤنا ومحبونا ننتظر منها. فلذا علينا شعبي العزيز أن نرجع إلى منطلقنا، علينا أن نرجع إلى منطلقنا لنعالج الأمور والمشاكل بكيفية أخرى وأساليب جديدة. إنك تعلم شعبي العزيز أنني قلت لك دائما إن إسبانيا ليست صديقة فقط، بل هي جارة وشقيقة. فعلينا إذن أن نبني مستقبل علاقاتنا معها
على أسس الاحترام المتبادل والكرامة المصونة، ولا يتأتى هذا إلا إذا جرت المذاكرات والمفاوضات في جو تخيم عليه روح الصداقة وبعيد عن كل ضغط لا من هنا ولا من هناك. فلنرجع إذن إلى منطلقنا حتى يمكننا أن نبني تلك العلاقات بيننا وبين إسبانيا التي نريدها طويلة المدى وعميقة المفعول، أن نبنيها انطلاقا من أساس مهم جدا، وهو أنه ليس هناك غالب أو مغلوب، هناك فقط أصدقاء أرادوا بعد فترة من الزمن خيم عليها سوء التفاهم أن يفتحوا صفحة جديدة لهم الآن وللأجيال المقبلة. وها أنا شعبي العزيز بدوري سأرجع إلى منطلقي كذلك، وسأرجع غدا إلى مراكش لأزاول من هناك مهامي وأتابع سير الأمور وتدبير الشؤون. إن الفترات التي مضت شعبي العزيز أظهرت للعالم أن هناك دولا لا زالت رصينة حكيمة متعقلة، ومنها أظهرت أن المغرب رصين وأن إسبانيا رصينة. فلا المغرب قام بعمل شغب ولا الجيش الإسباني قام بعمل استفزاز، وهكذا وجدنا أنه لا زال في الأسرة العالمية من يقدر الالتزام ويقدر السلم ويقدر القوة الفكرية ويغلبها على أساليب الضغط أو المعاملة بأساليب أكل الدهر عليها وشرب. إن أظهرت شيئا إنما أظهرت الضعف وأظهرت قلة الحجة. شعبي العزيز، لنرجع إذن إلى منطلقنا. المتطوعون إلى طرفاية، خادمكم هذا إلى مراكش، ولنفتح بابا سوف تفتح لنا آفاق جديدة، ولنسير على بركة الله موقنين بأن عملنا هذا أتى أكله وأكثر من أكله، وأن مسيرتنا لم تسجل لنا الفخر والمجد فقط، بل سوف تكون من عناصر دوام المغرب ودوام اسمه ودوام تمجيده وإكباره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقبل أن أنتهي من خطابي، وددت لو عانقت في قبلة واحدة كل فرد من أفراد الشعوب التي شاركتنا في مسيرتنا. وإنني أتوجه هنا إلى رؤساء وفودهم لأقول لهم إن المغرب بر يعترف بالجميل ولا ينسى الجميل ولن ينسى الجميل، وإنه إذا أنتم يوما ما كنتم في حاجة إلى مغربي ستجدون 3، وإلى 100 ستجدون 1000، وإلى نصف الشعب ستجدون الشعب كله. فإنني أرجوكم أصحاب السعادة أن تبلغوا إلى أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء الذين عانقونا في مسيرتنا وشاركونا في سرائنا وضرائنا، أن تبلغوهم أحر عبارة التقدير والامتنان، ذلك الامتنان الذي ينصع هامتهم وهامتنا، لأن تلك الهامة المنصعة سوف تكون علامة أخرى في طريق التعايش بين الشعوب وبين الأمم مهما بعدت الدار وشتى المزار. شعبي العزيز، لنسير إذن في منعطفنا الجديد على بركة الله، ونفوض أمرنا بعد التخطيط
والتنظيم والتدبير، ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لم يعودنا إلى الخير. ولنقل جميعا من كتابه العزيز: ربنا إليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، إنك مجيب الدعاء وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.